اكيد النهارده كلنا شفنا مباراة بيراميدز اسكو ديكار وفيوتشر الجيش الملكي اللي بسم الله ما شاء الله نتمنى الانديه المصريه تستمر في التفوق ده. الناديين بينتصروا. طبعا فيوتشر بينتصر على الجيش الملكي بهدف لمروان محسن في الدقيقه العاشرة من ركله جزاء، وهدف تاني من هدف عكسي من اللاعب حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكي. بينتصر عليهم، وكان ده اكيد مهم جدا لفيوتشر ان هو يكسب النهارده. بيتمنى ان كل الانديه المصريه تستمر في التفوق على اي نادي من اي دوله في اي بطوله افريقيه او عربيه او عالميه. اما بقى نروح لبيراميدز اللي النهارده كسب على اسكو ديكارا نتيجة كبيرة جدا 4-1، هدفين لصالح اللاعب مصطفى فتحي، وهدف لصالح الروش فخر الدين بن يوسف، وهدف رابع لصالح اللاعب اسلام عيسى. طبعا 4 اهداف كويسين جدا، واكيد استمتعنا برؤية الماتشات دي قوي. اما ماتش فيوتشر ده كان حكاية تانية، ماتش كان يعني تحس ان هو ايه، عبارة عن كور كتير صعبة ومعرفش ايه، لكن الصراحة عجبني قوي ماتش فيوتشر. كابتن علي ماهر، كابتن مروان محسن، ناصر ماهر، وكل الناس دي عملت ومهند لاشين وجنش اللي خد انذار. عامة كل اللعيبة دي كانت بتلعب بقلب جامد بجد، وكان هممها الفوز. اما لو رحنا البيراميدز اللي على طول بيراميدز معودنا ان هو في اي بطولة افريقية دايما بيلعب على الفوز. وطبعا باتشيكو خلاص حط اسمه يعني حط دايما بيراميدز في خانة الفائزين او المتعادلين. الخسارة مش عنده خالص، حط اسمه في الخانتين دولت بعد ما تولى تدريب نادي بيراميدز. طبعا بيراميدز النهارده بيتفوق بنتيجه كبيره جدا، ونتمنى التفوق ليه على طول في اي بطوله افريقيه. نتمنى التفوق لكابتن علي ماهر وفيتشو، ونتمنى التفوق لكابتن باتشيكو ومع بيراميدز. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي، واكيد كلنا نتمنى التفوق للانديه المصريه.